السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا الكفته ديال السرجيل مشويه في المجمر، شي حاجه اللي كتجي زوينه وما كتجيناش ناشفه. عندنا هنايا السرجيل، كميه ديال السرجيل اللي منقي ومقشر محيده ليه الجلفه الفوقانيه، يعني كتبقى غير ديك الهبره اللي لداخل. ضروري نحيدوا هذيك الجلده اللي الفوق. هنا كنديروه في الهاشوار، الكميه على حسب افراد العائله، شحال ما بغيتي تقدري ديريه. هنا كنزيدوا عليه القزبور، ضروري نديرو مع القزبور في الهاشوار باش كيدخل داك القزبور فيه مزيان. كنطحنوه مزيان. هنا صافي طحناه، غنديروه في شي طبسيل باش اننا نديرو عليه دوك التوابل. هنا عندنا التوابل، عندنا فيهم خرقوم، ملحه وسكنجبير، شويه ديال التحميره، وعندنا شويه ديال الكمون. هنا كنحكو عليه واحد 3 ديال الفصوص ديال الثومه. الحوت كيبغي الثومه، شحال ما درتو ديال الثومه مزيان. صافي هنا من بعد ما درنا التوابل كاملين وحكينا الثومه، غنبقاو نمعسوه مزيان حتى تدخل ديك العطريه في الحوت. صافي نخليوه هنا واحد 5 دقائق يتشرب غير ديك العطريه، ومن بعد نرجعو نكوروها. هنايا كنديرو كويرات اللي يكونوا شويه صغارين، ما يكونوش كبار بزاف، ونحطوهم في الشوايه نيشان، وشويه نكونوا دهنينها بواحد شويه د الزيت غير باش ما يلصقش لنا في الاخر وصافي. صافي غنبقاو هكا حتى نعمروا الشوايه ديالنا كامله. صافي في هذه المرحله كنكونوا حنا مزندين الفخر مزيان. تقدروا اللي بغى يديرها في بلانشا يديرها، هي في المجمر كيجي فيها تاني ذوق زوين. هنا كنكونوا مزندين الفخر، كنحطوها وهي ما كتاخذش الوقت بزاف في الطياب، دغيا كتوجد. صافي هنا وجدت لي الكفته ديالي، وبصحه وراحه، نتمنى تجربوها بصحه وراحه.